الاجازه جت اهي، اتفقنا وبقينا فاضيين، نسيب بقى النت الغير محدود اللي احنا عايزينه ده ونعمل ايه؟ ننزل نشتغل. لازم مش تنزل تشتغل عشان تبني مستقبلك، انت لسه مخلص ثانويه عامه، لسه في جامعه، بعد الجامعه بقى والجيش تفكر انك تشتغل شغل حقيقي، بس دلوقتي تكتسب خبره. ممكن تشتغل شغل ملوش اي لازمه غير انه حاجه واحده بس، يديك خبره تتعامل بيها مع كل فئات المجتمع، تتعامل بيها مع السرسجي، تتعامل بيها مع الصايع، مع البرمجي، مع النصاب. دي كلها فئات في المجتمع وغصب عنك هتتعامل معاها. هتتعامل معاها ازاي وانت كل علاقتك بيها بوست على الفيسبوك؟ ازاي؟ انت هنا لما بتتضايق من واحد على الفيسبوك اخرك بتقوم شاتمه حتى لو كان هو بطل الابطال وبتعمل له بلوك. لو بعد كده انت لما تقابله في الشارع هيعمل ايه؟ ده هيخليك فردة جزمة قديمة، فلازم تستعد له. لازم تنزل، لازم تشقى، لازم تتعب، حتى لو مفيش عائد مادي محترم، حتى لو هتنزل تشتغل ب 1500 جنيه عشان تكتسب الخبرة. انا لما كان عندي 16 17 سنة كنت بنزل اشتغل كنت اشتغلت فترة في فندق شيبرد، فكنت في الدور اللي فوق خالص حفلات. كنت باخد 250 جنيه في الشهر عشان اعمل ايه بقى؟ عشان اجيب ترابيزات، كل ترابيزه قد صاله بيتكو كده، اجيب الترابيزه احطها واحط الكراسي وافرش النابكنز وافرش معرفش ايه والاطباق، من الساعه 2 الظهر لحد الساعه 9 بالليل. الفرح يبتدي الساعه 9 بالليل، افضل من الساعه 9 بالليل واقف على رجلي، تمام، اخدم على الجيست اللي موجودين. بعد كده ناخد الاكل واكل من الاكل اللي كانوا الجيست في المطبخ في الباك اريا، وفي الاخر خالص اروح الساعه 3 بالليل او 4 الفجر عشان ارجع تاني يوم الساعه 2 الظهر ولا 1 الظهر افرش لحفله بالليل. طلع ميتين اهلي. خدت فلوس؟ ما خدتش فلوس خالص. 250 جنيه كانوا بيروحوا مواصلات، مش مواصلات قوي يعني، انا مثلا اقول حوشت 100 جنيه او حوشت 150 جنيه ولا حاجه. ما يجوش واحد على 1000 من الشقه اللي انا كنت ماشيه. وكان التبس بتاع الفرح كان بيروح للكباتن والوتر الكبار في السن، انما انا عيل صغير. استفدت ايه؟ استفدت خبره، استفدت ابقى راجل. وانا كمان عايزك تبقى راجل، لان بابا مش هيعيش لك العمر كله. بابا مش هيفضل قاعد معاك يخطط لك في حياتك. ده في ناس اصلا بتتولد من غير بابا وماما، ربنا يعينهم بقوا رجاله. وانت كمان عايزك تبقى راجل وما تعتمدش على بابا وماما، لان بابا وماما مش هيعيشوا معاك العمر كله. ممكن في ثانيه هتعمل ايه؟ هتحتاس، هتلوص. فالشغل مش عشان يجيب لك فلوس بس في الفتره دي، الشغل عشان يخليك تكتسب خبرات، تكتسب علاقات. ممكن بعد كده تروح شغل احسن، ممكن بعد كده تبقى علاقتك حلوه مع حد فلما تتخرج تروح تشتغل معاه. فالشغل مش فلوس بس. شباب كتير قوي بتبقى، اوعى تفتكر انك الشغل المناسب انك لما تخلص الجامعه تروح، ده انت تبقى نايتي، ده انت تبقى كيوت. اللي يخلص الجامعه ويروح يشتغل يبقى اول شغل ليه بعد الجامعه 23 سنه عشان تبدا تشتغل، عشان تبدا تتعامل مع ناس. ومستغربين لما حد يقول له انا بتخزوق في الشغل. يا حبيبي ما انت مش متعود، ما انت مش متدحدح كده في الشغل، مش متدردح كده في الشغل، ما انت ما تعرفش. ما انت اول شغل ليك كان عندك 23 سنه، فعادي بقى. فاول مره يا عيني تتعرض لموقف نفسنا او لموقف حقد او لعصفره او تلاقي مش عارف مين بيطبل للمدير، فانت اول مره يعني انت كيوت. بس لو كنت ادرجي وصايع ولافف وشغال وشقيان من بدري محدش هيعرف يلف عليك. فخلي بالك، ده وقتك دلوقتي. انزل دوس في اي حاجه، اي شغل انزل دوس فيه وما تستناش. بس الشغلانه السهله اللي تجيلك هتجيلك بس بعد شقه. عشان كده لما تجيلك بعد شقه كبير تقول ياه انا ربنا رضاني الحمد لله. انزل ياه، والله العظيم بتكلم بجد. اسمع مني الخلاصه اللي هيخليك تتعامل مع كل طوائف المجتمع وكل فئاته، وهيخليك ذكر انك تنزل تشتغل من دلوقتي. يلا تنزل، ومنشن لصاحبك الخايب اللي مش عايز ينزل. سلام.